السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بنبارك النهاردة لفوز نادي الزمالك على بتروجيت 2-0 عدي الدباغ وحسام عبد المجيد. طبعا الحمد لله رب العالمين. النهاردة الفوز بيخليك مستمر على التنافس في بطولة الدوري الممتاز. هتقول لي التنافس، اقول لك لسه على الورق انا لسه بنافس، واتمنى اللي تحصل معجزه وياخد بطوله السنه دي. صدقوني يا جماعه بصراحه بالسكواد اللي موجود دوت والاداره اللي مش موجوده، انا بقول الاداره اللي مش موجوده باللعيبه اللي هو السكواد اللي احنا بنقول عليه دوت، ولو خدت بطوله النهارده دوري او كاس او كونفدراليه دي معجزه. حد يقول لي ليه؟ ده لعيبه كبار وده الزمالك. اللعيبه كبار على دماغنا من فوق وما فيش مشكله، لكن صدقوني السكواد اللي موجود دوت يعني بالنسبه لسكواد بيراميدز والاهلي، لا احنا بعيد قوي، محدش يتكلم، بعيد قوي. النهارده مع احترام وكتر خيرهم، انت بتلعب اتنين الباكات بتوعك النهارده ناشئين خضري ومحمد ابراهيم ناشئين، معاهم السيد محمد السيد لما نزل برضه ناشئين. اما تحط ثلاثه صغيرين في قلب الملعب، ثلاثه يعني نقول ربع الفرقه، لا مش سهله، مش سهله. انت اي فرقه لما بتيجي بتزق لاعب او اتنين، لكن انت النهارده مجبر زقيت ثلاثه. هتقول لي طب ما احنا زقنا قبل كده وخدنا بطوله دوري ممتاز. اقول لك اتمنى واشوف المعجزه ان شاء الله تحصل السنه دي واخد بطوله من الثلاثه. اتمنى اللي هي يا دوري يا كونفدراليه يا كاس مصر، لان دوت هيبقى يعني بصراحه في وسط اللي احنا فيه دوت هيبقى معجزه. فنادي الزمالك يا جماعه بصراحه بيمر بازمات رهيبه. انا نفسي افهم سؤال بساله، هل رجال الاعمال الزملكاويه كلهم الموجودين في مصر بيتلخصوا في الاستاذ ممدوح عباس اللي هو بيحل ازمه بنتايك؟ يعني هل هو الزمالك كله يعني كل رجال الاعمال كلهم هم ممدوح عباس بس؟ يعني مفيش اي حاجه يا جماعه. ما احنا بنسمع في انديه اخرى تلاقي واحد واثنين وعشرة وتلاقيه بيتبرع وبيدي اللعيبه وبيدي للنادي، لكن احنا ما معناش اي حاجه. عشان كده انت النهارده مفيش مجلس اداره، قلنا مش موجود ولا عارف يحل مشاكل. انت بقى عندك 9 اعضاء في الفيفا لحد دلوقتي ومش هيتحلوا السنه دي. يعني خلاص كده انت خلاص، الفتره الشتويه هتخلص ولا هتعرف تحل المشكله ولا هتعرف تأيد اي لاعب. فاللعيبه دي تشكر. انا معاك اللي هم يعني بيلعبوا على قدهم، الامكانيات برضو بتاعتهم مش قويه، لكن النهارده بيفوزوا وماشيين على طريق الفوز، وده اتمناه. لان انت النهارده بصراحه يعني لما تكون عندي بره اللعيبه الاساسيه، النهارده الكابتن معتمد جمال عمل حاجه يعني بصراحه تحسب ليه. النهارده معد جزيري، معد شيكوبانزا، معد بزيره، معد احمد حمدي. اللعيبه دي كلها كانت قاعده بره وكان معاهم دونجا، واخد بالك. والنهارده يعني زي ما تقول يعني بيحاول يعني يقنع نفسه اللي انا عندي دكه بره كويسه. فالنهارده بصراحه يشكر الراجل، تشكر يعني بصراحه يشكره جمهور الزمالك العظيم. انا ما شفتش جمهور في الدنيا زي الجمهور ده. الجمهور ده ايه ده المسانده الغريبه دي يا جدعان؟ يعني شايف، يعني انا بقولها اهوت سكواد مش قوي. اللعيبه الله يكون في عونهم، مفيش فلوس، مفيش دعم، مفيش تدعيم للفرقه، واللعيبه ماشيه. والنهارده فازت الحمد لله، عشان برضو بيقول لك احنا لسه مستمرين في المنافسه. فالناس تشكر اللعيبه دي، بقول دي يشكروا، لازم نساندهم معنويا يا جماعه، لان فعلا اللعيبه دي تشكر وبيعملوا اللي عليهم. هو على قدهم، على قد امكانياتها، ده كده ربنا مدي لكل واحد يا جماعه امكانيات، اللي امكانياته عاليه، اللي امكانياته متوسطه، اللي امكانياته محدوده. فدي امكانيات، كل حاجه في الدنيا دي امكانيات. فنقدر نقول السكواد اللي موجود ده امكانياته قليله على نادي الزمالك، اغلبيتهم قليلين على نادي الزمالك، لكن احنا برضه هنفضل نساندهم لحد ان شاء الله ما ربنا يكرم كده ونشوف. يعني انا بقول لك السنه ده خلاص كده شكرا، مفيش ولا دعم ولا حل مشاكل ولا قيد جديد ولا الكلام ده، شكرا. فاحنا بنساند الناس ديت، واللعيبه دي احنا وراهم وفي ظهرهم، والكابتن معتمد جمال معاه، وسيبوه بقى يشتغل. مش هنقعد بقى نحط ونشيل، يعني وقت شجاله قدر الله يبقى هزيمه نشيله ونجيب هي خلاص، هي دي القماشه اللي موجوده. الراجل هيعمل ايه؟
النهارده بصراحه لعب على قد القماشه واجاد، لكن النهارده بعتب على بعض اللعيبه اللي هم برضو عندهم حته ما فيش روح. تبص الجون داخل بالعافيه، الكابتن عدي مره واتنين بينفرد ومش عارف يجيب الكره الا بالعافيه ويجيبها. ايه يا جدعان، هو في ايه؟ هو انتوا بتشوفوا الانفراد صعب قوي للدرجه دي؟ بزيرة نازل برضو ينفرد ويضيع جون، جزيري نازل ينفرد ويضيع جون، شيكو بنزا بينفرد ويضيع جون. ايه يا جدعان ده يا جماعه؟ ده الكور دي كلها كنت ممكن لو الكره اللي هو شاطها توفيق اللاعب بتاعهم دوت واللي ما صدها في الاخر، او الكره اللي جت جنب العارضه ديت من اللاعب الافريقي كانت دخل الجون، كان يبقى 2-1، كان الماتش هيتكربك وكنا هنندم على الكور دي كلها. ليه بنحط نفسنا في الحاجات دي كلها؟ في حاجه كمان برضو، عندنا اللياقه البدنيه صفر. اللعيبه مش قادره تجري، مش قادره تدي الكره تكمل للملعب. اللعيبه مش قادره تكمل الملعب يا جماعه، فمش هينفع كده. لو في طبعا بشوف ايه يعني ايه حكايه اللعيبه كل يوم والتاني كل واحد بيجري ويفتح سبرنت اصابه. هل الحمل البدني عالي او اللعيبه ما بتتدربش؟ فمش فاهم. لكن في المجمل النهارده الف مبروك لنادي الزمالك الفوز واستمراره برضو على تكملته في المنافسه للدوري، وربنا كريم ان شاء الله واللي جاي يبقى خير. وعايز بقول لجمهور الزمالك نفضل داعمين لنادي الزمالك يا جماعه، ولعل وعسى تحصل معجزه زي ما بقول، وان شاء الله ناخد بطوله باذن الله السنه دي، وان شاء الله مزيد من الانتصارات لنادي الزمالك. وشكرا.